يا صباح الفل، يا رب تكون بخير. عايزك بقى تشرب كوباية قهوة كده جميلة وتفوق وتعالى لي، عشان احنا النهارده هنعمل تمرين تشيست بمزاج عالي هتفجر التشيست بتاعك، هتحس ان هو بيولع بعدها. وعشان كده لازم تسخن كويس قوي. لو مش عارف تسخن ازاي، فيديو التسخين هيظهر هنا. وهات التي ار اكس الجميلة اللي عملناها ب 150 جنيه وتعالى لي. نعلق التي ار اكس في الباب، هنحط العقدة فوق ونقفل عليها ونسحب للاخر، نتاكد ان هو اتشد للاخر. وبالنسبه لكل تمرين بقى في طريقتين هنسهل او نصعب التمرين بيه عشان يكون مناسب، وعشان لما تتعود على التمرين وتحس انه سهل تقدر تصعبه فدايما تشوف نتيجه. اول طريقه ان انت لما تحس ان تمرينه صعبه عليك بتطلع لقدام، لما تحس ان هي سهله بترجع لورا، فكده بتصعبها اكتر. دي اول طريقه. تاني طريقه بتبقى من الجنش نفسه. الجنش زي ما كنا عاملين في فيديو تي ار اكس. فيديو تي ار اكس بالمناسبه لو انت ما شفتوش ومش عارف ازاي بتعمله، هخلي لك الفيديو هنا عشان تعرف تعمله. كنا عاملين فتحات مختلفه، دي بتغير ارتفاع الجنش، فتقدر ان انت لو هو سهل بالنسبه لك التمرين تفك الجنش وتنزله تحت، كده بتصعب التمرين. لو حاسس ان هو صعب بالنسبه لك تقدر تفك الجنش وتطلعه لفوق، فكده بتسهله عليك. دلوقتي هنبدا تمرينه الشست. هنعمل كل تمرينه من 8 ل 12 عده على حسب احساسك. حاسس ان انت مرتاح في التمرينه هتزود العدد اكتر، بس اخرنا نوصل ل 12. في كل تمرين حاول ان انت تطلع الشست لقدام كده. عارف لما اصحابك يقولوا لك انت بتعرضها علينا، عرضها في التمرين. تمام، لازم تطلع الشست كده وتقفل لوحين الكتف على بعض عشان يبقى هو وانت شغال هو اللي بيشيل مش الكتف. لو انا عامل كده كتفي هو اللي بيشيل مش الشست، ساعتها هترجع تقول انا جربت التمرينات والشيست ما اشتغلش. ركز في الحته دي. اول تمرين هنبدا بيه هو الشيست بريس، ده زي البوش ابس. نبتدي ان احنا نمسك التي ار اكس كده، نفس الكلام، تطلع لقدام عشان تسهله وترجع لورا عشان تصعبه. الشريط جاي من فوقيه، هبتدي ان انا انزل واضغط. ركز بقى وانا بضغط، انا مش بفرد دراعي، بمعنى انا مش دراعي كده فانا بحاول اعمله كده، مش ده اللي انت تفكر فيه. بدماغك ركز ان انا بضم دراعي لجوه، بقفل كده، هيخلي التشست يشتغل اكتر. وهوريك الفرق دلوقتي، يعني هنشوف كلوز بقى على التشست نفسه لما انا اعملها كده. لو انا بزق بس، شايف التشست عامل ازاي، مقارنة بقى بان انا اروح نازل واروح ضاغط على بعض، تلاقي التشست اشتغل اكتر، وهتحس بيه كمان اكتر بكتير. التايم اندر تنشن بقى مهم جدا في كل تمرينه هنعملها، وهو الوقت اللي عضلاتك بتتحط فيه تحت حمل. يعني وانت بتعمل العده خدت كام ثانيه، الوقت ده لما بيزيد بيبقى افكتيف اكتر، وتاثيره على العضلات وبناء العضلات بيبقى اعلى بكتير. فدايما وانت بتلعب ما تركزش ان انا بعمل عدد وخلاص، لا، انا بشتغل بتحكم، دماغي مركزه مع العضله حاسه بيها، وببتدي ان انا اضغط. ولما انزل بالذات الجزء السلبي من التمرين يبقى في ثانيتين او 3 عشان استفاد اكتر. تاني تمرين هو التشست فلاي، ده هيكون اصعب من التمرين اللي فات شويه، فهتطلع قدام اكتر. هتبتدي ان انت تبدا فارد دراعك كده، هتتني كوعك سنه بسيطه وكفين ايدك باصين لبعض بالشكل ده. تتني كوعك سنه بسيطه وتثبت كوعك على التانيه دي، مش هتفرده ولا هتتنيه اكتر. تبتدي ان انت تفتح لبره وتضغط تاني، تقفل على بعض. وركز في التمرين ده ان دراعك ما يبقاش فوق مستوى كتفك. يعني لو انا بفتح زي انا بلعب اهو، لو انا بفتح ما بقاش بفتح ودراعي او كف ايدي فوق مستوى كتفي، لا، هو يبقى في مستوى كتفي او تحت شويه. شوف اني جزء هو اللي هتحس بيه بالعضله اكتر، وركز ان انت تثبت التمرين عليه. تالت تمرين بقى هنمسك المقبضين، هنحطهم على بعض كده بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نمسكهم هما الاثنين، نشبك صوابعنا في بعض او نمسكهم الاثنين بالطريقه اللي تريحنا. نبتدي الرجل اللي بره هتطلع لقدام، والرجل اللي ناحيه الباب هترجع لورا عشان البالانس. هنبتدي ان احنا نشوف المسافه اللي احنا محتاجينها عامله ازاي،
وهنميل. لازم جسمي يبقى مايل بزاويه كده. هبتدي ان انا اضغط لقدام وارجع. كل ما بفرد دراعي التنشن على العضله بيزيد اكتر. ونخلي بالنا ان الدراع اللي شغال هو الدراع اللي ناحيه الباب، هو ده اللي شايل معظم الحمل، التاني بس بيأسست. كل ما بفرد التشست بيشتغل وارجع اللود بيقل، وهكذا. بعد ما نخلص العدد اللي عملناه على الجنب ده هنبتدي ان احنا نلف الجنب التاني. حاجة مهمة بقى تركز وانت بتلعب عليها، ان انت وانت بتزق دراعك لقدام ركز ان هو بقى في سنتر الشست، يعني نص الشست كده انت رايح ناحيته. وكمان لو عايز تصعبه تزق ناحية البعيد عن الباب، كأنك بتزق كده. لو انا بشتغل بالدراع ده ازق ناحية الباب، ناحية عكس الباب. وخلي بالك انك ما تزقش تفتحش لبره كده. ليه؟ ده بيقلل الكونتراكشن او الشد اللي هيحصل في الشست لما تشتغل، واوقات كتير البالانس بتاعك هيختلف، فممكن ان انت تبقى بتعمل كده وتروح فاتح كده تلاقي نفسك وقعت. فخلي بالك من كده، دايما اضغط عكس الباب ده كده، انت بتقفل الشست اكتر، بتشغله اكتر. في تالت تمرين بقى نبتدي نشغل البورشن او الجزء العلوي من الشست، عضلات الشست العليا. وعشان نشغلها بنحتاج ان الدراع بتاعنا يبقى بيزق بزاويه لفوق شويه، ودايما برضو الشست هو اللي بارز، مش كده كده. اوكي، فعشان نشتغل كده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ضغط مايل. ضغط المايل بنعمله ازاي؟ هنستعمل الاجزاء الشريط اللي موجود تحت في التي ار اكس. تمام، هننزل على الارض وشنا يبقى للباب، واظن هحتاج ان انا اخلي الجنش على اوسع مسافه، اطول مسافه. هبتدي ان انا ادخل مشط رجلي في الشريط، هرجع لورا بحيث ان انا ادي لنفسي مساحه لما العب ضغط ان انا انزل لقدام. فهبقى بالشكل ده. تمام، هضغط بقى بمشط رجلي شويه، وهبتدي ان انا وانا بنزل، انا مش بنزل ضغط عادي، لا انا بروح لقدام وبرجع لورا. فانا بروح كده قدام وبزق لورا. تقدر ان انت تغير وضع ايدك في الارض، حابب تلفه شويه كده. انا بالنسبه لي لما بلفه لبره اكتر بحس ان انا بقدر اشغل اكونتراكت الشست اكتر. فاعمل كده، جرب الزوايا المختلفه بايدك والعب. هتضغط جست بارز لقدام، هنزل قدام وزق ورا. التمرينه دي صعبه قوي، الجزء العلوي من الشست عندي مولع دلوقتي. التمرينه اللي بعدها هتكون ديكلاين تشست بريس، دي هتركز على الجزء السفلي بقى. احنا التمارين اللي فاتت كلها كانت جايبه التشست بشكل عام، التمرينه اللي فاتت ركزت على الجزء العلوي، دلوقتي هنركز على الجزء السفلي. وعشان نعمل كده محتاجين ان احنا نزق بنفس الزاويه بتاعه الفايبرز او الالياف العضليه وهي نازله لتحت، فمحتاجين ان احنا ننزل بزاويه لتحت. عشان نجيب اللي من فوق كنا بنزق لفوق شويه، دلوقتي هنزق لتحت بالشكل ده. فعشان نعمل كده هنمسك التي ار اكس، هنبتدي ان احنا هنميل قدام، واحنا بنزق بقى مش هنزق كده قدامنا، لا هنزق بزاويه لتحت، فتبقى لتحت كده. ركز ان انت تلعبها ببطء وبتحكم، عشان التمرين ده سهل قوي ان انت تخسر التنشن من الشست، هتلاقيه بيروح. فركز ان انا بنزل ببطء، بركز ان انا كونتراكت الشست، انا بقفل دراعاتي على بعض مش بفرد دراعي زي ما قلنا. اخر تمرين معانا بقى هيكون الارشر بريس، ده هيكون بالشكل ده. هنمسك التي ار اكس برضو، هننزل بدراع مفرود، تمام، والدراع التاني هنميل ناحيته ونضغط. ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي جزء واحد من الشست او بيك واحده ان هي اللي تشتغل اكتر، حمل جسمنا يروح عليها اكتر وتديها كونتراكشن اعلى. فهنبدا ننزل بالشكل ده ونضغط. هنخلص المجموعه على الجنب ده وبعدين نروح على الجنب التاني.
ركز دايما ان دراعك الناحيه التانيه اللي المفروض يكون الكوع اللي فيه مفروض على الاخر مش متني، عشان مش عايزين نحمل عليه على قد ما نقدر. على قد ما نقدر عايزين نروح على دراع واحد. بعد ما تخلص تبتدي ان انت تروح على الدراع التاني، وبكده نكون خلصنا كل التمرينات. التمرين ده ممكن تعمله مرتين او 3 في الاسبوع. زي ما احنا عارفين لازم ندي فرصه لعضلاتنا عشان تعمل استشفاء عضلي. ما ينفعش ان احنا نفضل نمرنها كل يوم كل يوم كل يوم كده، العضله مش هتتحسن، بالعكس العضله مش هيبقى عندها فرصه اصلا ان هي تتحسن، دايما بتهدم فيها، ما عندهاش فرصه ان هي تبني. فدايما ريح عضلاتك زي ما قلنا مرتين او 3 في الاسبوع. لما تحس ان عضلاتك ريكفرد لسه مش تعبانه من التمرين اللي فاتت، تقدر ان انت تتمرن مره ثانيه. وقولوا لي لو عايزين نعمل لكم بروجرام بالتي ار اكس، انا ممكن اقول لكم ازاي تستعملوا الفيديوز بتاعت التي ار اكس ونعمل بروجرام للتمرين. اشوفكم في فيديو جديد خلال ايام. السلام عليكم.